عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. والإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وترفها، وهو حرام. وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإحداد لمدة 3 أيام، ولا يجوز أكثر من ذلك. ومثال ذلك: رجل مات ابنه فحزن عليه، فالواجب الصبر والاحتساب، وأن تجر الأمور على ما هي عليه. يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان، وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة، وإلى مكتبه إذا كان موظفا، وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا. المهم ألا تتأثر أعماله بشيء. هذا هو المشروع، وهذا هو السنة، وهو الأوفق، وهذا هو الأرفق بالشخص: ألا يحد على أحد حتى ابنه وأبيه وأمه وأخيه، لا يحد عليهم إلا لأمر الله عز وجل. له الملك وله الحمد، فهو المالك وهو المحمود على كل حال، فلا حاجة إلى تحدي. أصبر واحتسب، لا تقل لا تحزن. كل إنسان له قلب حي سيحزن، لكن نقول اصبر واحتسب، وكان شيئا لم يكن، لا تخرب شيئا من أمور الدنيا. هذا هو الأفضل والأرفق والأحسن. لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا، لا سيما مع عظم المصائب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد لمدة 3 أيام فقط. يعني لا بأس مثلا أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب حزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس، لا بأس أن يبقى في بيته لمدة 3 أيام فأقل، ولكن لا بد من صلاة الجماعة، هذا لا بأس به. وكذلك بالنسبة للنساء، لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد مما تأثرت به تأثرا بالغا، فلا حرج عليها أن تحد لمدة 3 أيام فأقل. أما ما زاد فلا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فالزوج له حق عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل. المهم أن الزوجة تحد 4 أشهر و10، هذا إذا كانت غير حامل. أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط، زاد أو نقص. فعلى هذا إذا مات عن زوجها فالمرأة تحد 4 أشهر و10 أيام، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، حتى لو كان ما دخل عليها.
لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها ما دام العقد صحيحا. وإذا كانت حامل فاللائي وضع الحمل حتى ولو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداد. يعني مثلا امرأة توفي زوجها وهي في الطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل، يعني ما بين روح زوجها وخروج حملها إلا دقائق معلومة، فالآن انتهت العدة وانتهى الإحداد، فلها أن تتزوج. يمكن شرعا أن تتزوج قبل أن يدفن هذا الزوج لأنها وضعت الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، فهذا انتهت عدتها والإحداد تبع العدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.